أخوكم السويق يرحب بكم في فيديو جديد. طبعا الفترة دي في منافسة شرسة جدا في فئة العربيات الاقتصادية اللي هي تحت المليون جنيه، وده بيخلق حالة من الحيرة والتوتر لأي حد بيشتري، مبيبقاش عارف يعمل إيه عشان يكون وصل لأحسن صفقة. فأنا يعني هحاول معاك النهاردة إن أنا أوصل معاك لأحسن عربية بناء على ظروفك ويعني ومتطلباتك، انت محتاج ايه من العربيه. خلينا نقسم العربيات اللي موجوده في الفئه دي كده يعني كاتيجوريز او شرايح معينه. انا شايف بصراحه بايك كيو 5 بلس تتفوق في الحته دي، سعرها ما بين 800,000 و 900,000 جنيه دلوقتي. عربيه كواليتي بتاعتها كويسه جدا من جوه، فيها تقريبا كل الاوبشنز اللي انت محتاجها، يعني يمكن لسه بس ما فيهاش الحته بتاعت الكار بلاي والاندرويد اوتو وكده، بس المفروض ان هم هيزودوا الموضوع ده قريب. غير كده السيفتي بتاعها محترم، عربيه مريحه، يعني كل الكلام ده، بس مش لحد عايز احسن تجربه سواقه او يعني جري وكده. احسن قيمه مقابل سعر برضو ممكن تاخدها الرينو التاليانت او اختها اللي هي العاليه شويه كارديان، بس تاليانت انا شايفها قيمه يعني اقوى كمان لانها ارخص بحبه، حلوين، بتبدا من 700 ولحد ال 800 الف جنيه. الفئه الثانيه دلوقتي اختيار اقتصادي لطيف. سيفتي باكج اللي فيها برضو مش وحشه، العربيه جايه ستاندرد بي اس بي وهيل ستارت اسيست، وبتيجي في الفئه الاعلى بتاير بريشر مونيتور، مراقبه ضغط الاطارات، واربعه اير باجز وحساسات تراكن قدام وورا. فيها اوبشنز برضو لطيفه، شاشه 8 بوصه وكاميرا وحاجات كده. وليه انا بقول العربيات دي قيمه مقابل سعر كويسه؟ لانها جايه من المغرب فما عليهاش جمارك، على عكس البايك دي سعرها كده وهي عليها جمارك بتاع 40% مثلا. فتخيل هي سعرها اصلا حقيقي كام. فيات تيبو طبعا، بس هي مانيوال. انا بالنسبه لي دي مش مشكله خالص، بالعكس في الفئه دي انا افضل المانيوال اصلا. بس العربيه دي هاندلنج بتاعها ممتاز، ثبات ممتاز. اسعارها دلوقتي بين 695 الف و 788 الف، والعربيه جايه من تركيا فما لهاش جمارك برضه. والفئه الاعلى فيها كل الاوبشنز اللي تتخيلها في الفئه دي، كان ناقصها بس فتحه سقف، بس فيها فوانيس ال اي دي وفيها الشاشه الكبيره وست اير باجز. فالتيبو من احسن الاختيارات لو حد بيحب السواقه يعني وبيدور على العربيه في الفئه دي. بس هو موضوع الزيت عمال يقول لك بتاكل زيت بتاكل زيت، يعني هي بتبخر زيت فتحتاج تغير زيت بشكل اسرع شويه. وغير كده برضه اسمع ان قطع غيارها حراقه سنه. وفي حاجه تانية برضه اعتقد ان سواقتها هتبقى ظريفه، وهي الجيلي ام جراند، لانها جايه بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات عادي، ودي حاجه مش موجوده في الفئه دي كتير. فدي نقطه كويسه، بس هي اغلى ب 870 اول واحده، وتاني واحده ب 999 الف جنيه. طب لو حد يعني بيمشي كتير في طرق مكسرة، تروح موقع مثلا بتاع، بتمشي في مدقات كتير، عايز عربية عالية، فهم اختيارين في الفئة دي اللي نقدر ناخدهم في الحسبان، يعني رينو كارديان برضو، وجيلي جي اكس 3 برو. دي سعرها دلوقتي 850 ألف جنيه. جيلي عربية برضو مش وحشة خالص، وأثبتت نفسها الفترة اللي فاتت، انتشرت بسرعة. وجيلي اليومين دول ليها دعم قوي، يعني ليها وكيلين، ففي تركيز من الشركة إن هي توفر تجربة كويسه يعني. بس في حاله الرينو انت هتبقى واخد عربيه اوروبي، سيفتي اللي فيها اعلى شويه، والفئه الاعلى بتاعتها فيها حاجات مش موجوده في الجيلي. فيها بقى بلايند سبوت اسيست اللي هو دعم النقطه العاميه، وكاميرات 360. بس طبعا فرق في السعر، يعني فرق بتاع 120 الف جنيه ولا حاجه. اسعار كارديان بتبدا من 850، نفس سعر الجيلي، بس اعلى فيها ب 975، ودي اللي فيها الدلع. رغم ان اول فيها برضو يعني مش فاضيه قوي، يعني فيها فوانيس ال اي دي، وجوه فيها شاشه 8 بوصه، بس ما بقاش فيها بقى العدادات الديجيتال، او فيها 2 اير باجز، حاجات كده. نيسان صاني بلا منازع، وايوه انا لسه برشح نيسان صاني، عارف ناس كتير هتشتمني في الموضوع ده، بس لحد النهارده نيسان صاني هي اكتر عربيه منتشره في مصر تقريبا. قطع غيار عند البقال، اعتماديه، اثبتت نفسها، ما فيهاش اي مشاكل. عربيه واسعه، اقتصاديه، فيها اوبشنز مش وحشه، شاشه تاتش وكاميرا وتكييف اوتوماتيك، وبقى فيها اي اس بي. هي مش اكتر عربيه ثابته، مش احسن توجيه، مش احسن سواقه، ولكن هي عربيه لحد عايز يريح دماغه، مش عايز يشغل باله لا بصيانات ولا بقطع غيار ولا باي حاجه. حاجتها موجوده، مفيش منها اي قلق في اي حاجه، ده غير الريسيل طبعا.
احسن عربيتين من وجهة نظري في الفئة دي يعني من ناحية السعر كمان الرينو تالينت زي ما قلنا من 700 ل 800، والعربية دي عشان فيها موتور 1000 سي سي توربو 3 سلندر، فمتوقع انها تبقى يعني بتشم بنزين مع فتيس سي في تي كمان، فده يبقى مساعد. بس لو انت من الناس اللي عندها رعب من فكرة الثلاثة سلندر والتوربو، ففي شيفروليه اوبترا 1500 صحن طبيعي الهواء 4 سلندر عادي مع فتيس اوتوماتيك سي في تي، لان السي في تي طبعا مايل ان هو يهدي الار بي ام ويهدي الموتور بس كده. فاحب اعرف بقى انت لو هتختار عربيه في الفئه دي تختار ايه؟ لو عندك اي سؤال عن العربيات دي قول لي في الكومنتس. كان معكم اخوكم السويع احمد خالد، فلتصحابكم السلام.